ناخد الفقرة القادمة أو الفقرة التالية على طول مع حضراتكم، الفقرة عن أسعار السلع الغذائية أو الخضر أو الفاكهة لكل الناس طبعا اللي قاعدة دلوقتي بتشوفنا في البيوت عشان تعرف أكتر تفاصيل عن الأسواق المصرية إيه. نشوفها مع حضراتكم. واستمرارا مننا للتغطية اللي بنقوم بيها لمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم عشان نحط المستهلك يمكن في المسار الصحيح، نبدأ نعرفه ان الأسعار بيتم التحكم فيها بشكل جيد، ما يكونش عرضة هو للتاجر المستغل. برحب بيك وعاوز أعرف الخضار والفاكهة المتاح ايه النهاردة وأسعارهم ايه. الخضار والفاكهه عندنا ده علامه مميزه. احنا عندنا الاسعار في الخضار تقل عن السوق الخارجي من 20 ل 25%. يعني على سبيل المثال الطماطم بتراوح سعرها من 6 ل 7 جنيه، البطاطس من 10 جنيه، البصل في نوع ب 8 ونوع ب 10، يعني كل الاسعار بتاعته متفاوته. وزائد ان الفاكهه عندنا بتفرق كتير جدا عن بره. البطيخ مثلا ممكن يبقى سعره 20 جنيه، يعني البطيخه ممكن تبقى 7 8 كيلو تعمل مثلا 100 120 جنيه في بدايته، انما بره بتتباع ب 200 جنيه يعني اقل. والبطيخ اولا لسه برضو بتاع ابو سنبل لسه ما حلوش قوي يعني، بس هو الزبون بيحب البشاير. طب هل بقى كل الخضار والفاكهة متاح؟ الحمد لله كل الاصناف، الانواع بتتوفر كلها، وزي ما انت شايف برضو العلامه باينه قدامك. كل الاصناف سواء الخضار من جميع انواعه، السلطات، الفاكهه، كل الاصناف. الدولة حريصة انها توفر للمستهلك اللحوم باسعار جيدة. قول لي اللحمة عندك اخبارها ايه وبكام الكيلو؟ اللحمه عندنا كندوز صغير لحم سوداني 285 متوفر بكميه لقبول العيد، يعني ما شاء الله عندنا خزين وعندنا لحم يكفي لمدى بعد العيد ان شاء الله. عاوز اعرف منك هل اللحمة دي بتيجي مذبوحة مبردة ولا بتتربى هنا وتتذبح؟ لا، هي بتيجي مبرده. بتيجي مبردة. طيب فريش ولحم صغير وطازه وبسم الله ما شاء الله، يعني شغالين منه بقالنا فتره والزبون كله بيشكر في اللحم وعلى مستوى عالي. طب هل كل انواع التقطيعات اللحوم يعني في قطعيات مختلفة؟ لا، جميع القطعيه عندنا سعره موحد. العرق التريبيانكو 285، عرق فليتو 285، الوش السمانه، يعني جميع القطعيات هي سعر واحد موحد. طب انا زبون وعاوز مثلا اعمل بفتيك، هل متاح عندك؟ متاح من عينينا. بتوزن وش فخده نوضب لك منها كلاوي كبده والقلب والكلاوي 285، وكبده صافي 285. يعني براحه الزبون، اللي عايز كبده صافي بياخد، عايز كبده وقلب بياخد.